ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وسعاده دايما يا رب. هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل حواوشي زي اللي بنجيبه من بره بالظبط، لا واحسن كمان من بره طبعا عشان نظافتك الزياده اللي هتبقى في الحاجه. طب نشوف مقاديرنا ايه. انا معايا كيلو الا ربع لحمه حواوشي جايباها من الجزار اللي بتعامل معاه. الجزار اللي بتعامل معاه مش جزار غريب، تمام. لحمه حواوشي بتبقى المفروض ان هي متبله، بس انا بزودها كمان تتبيله كده من عندي بتخليها طعمها يترفع شويه كمان. طب معايا ايه كمان كده؟ معايا سجق. هنعمل الحواوشي زي بتاع بره واحسن كمان. كام قطعه سجق هنقطعها دواير دواير كده ايه صغننه. طب نشوف هنحط بقى ايه على اللحمه بتاعتنا دي والسجق. معايا بصلتين حلوين كده محترمين، معايا قرن فلفل رومي، قرن فلفل حامي، معايا 3 فصوص من الثوم، ومعايا ايه كمان؟ حاجه اسمها بهارات حواوشي هتلاقوها عند العطار، بهارات حواوشي. معايا كمان فلفل اسود، كزبره، مش هنحط كمون بيلف طعمه خالص ناحيه تانية خالص. انا معايا كيلو الا ربع لحمه، تمام، ومعايا قد ربع كيلو سجق هنحطه على اللحمه، بس مش هنحطه دلوقتي، هنشوف هنحطه ازاي. طب هضرب الحاجات بتاعتي دي في الكبه بتاعتي وهرجع لكم تاني. تمام، رجعت لكم تاني. انا هنا عملت ايه؟ انا هنا ضربت البصله ونزلت اهي على اللحمه بتاعتي، طبعا ما حطيتش سجق ومش هحطه دلوقتي، وحطيت معلقه فلفل اسود، معلقه كزبره، دي بهارات الحواوشي، معلقه بهارات حواوشي ومعلقه كزبره. طيب هعمل ايه؟ يعني هفضل يعني اهرسهم كده مع بعض كويس، تمام، اقلبهم كده مع بعض لحد ما المكونات دي كلها تخش مع بعضها، تمام. وهدوق ملحها واظبطها كده واقلبها كويس كويس مع بعضها كده وارجع لكم تاني حبايب قلبي. انا قلبت اللحمه مع البصل مع الفلفل الرومي والحامي والثوم كويس قوي، والبهارات بتاعتي اللي كانت فلفل اسود، كزبره، بهارات حواوشي، تمام. انا هنا عملت ايه؟ انا هنا اديتها رشه بقدونس، وبرده يعني هي هدعكهم كده في بعض جامد قوي 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 قوي، يعني اقلبهم جامد قوي كده في بعض، تمام، عشان خاطر ايه؟ تخش في بعضها كده اللحمه مع الخضار مع البقدونس بتاعي، تمام. تمام كده البقدونس الرشه البسيطه اللي انا حطيتها دي هتدي ريحه حلوه قوي مع الحواوشي. عايزه اقول لكم حاجه، انا عايزه اعمل حلقه قريب كده، بس مش هعملها غير بناء على ردكم عليا في الكومنتات والتعليقات يعني واللايكات وكده، تمام. عايزه ننزل عند الجزار المضمون اللي انا بتعامل معاه، نشوف قطعيه اللحمه، كل قطعيه لحمه مخصصه لايه، اللي مخصصه للخضار، اللي مخصصه للشوي، اللي هو بتعمل لحمه بارده، الكلام ده كله، تمام. اهو انا استفيد وانتوا تستفيدوا معايا ونعرف كل حته مخصصه لايه بالظبط. عايزه رايكم في الكومنتات ولايكات، كل ما الاقي لايكات كتير يبقى اكيد انتوا عايزين برضو الحلقه دي، تمام، ونعملها مع بعض عشان نعرف احنا بنعمل نوع اللحمه ده مخصص لايه، اذا كان له خضار ولا مثلا لكفته ولا لبشاميل ولا لمشوي، تمام. مستنيه رايكم. تمام، انا كده خلاص تبلت الحواوشي بتاعي، دي مش اخر خطوه فيه، انا بس ايه هلم كده اهوت يعتبر يعني اللحمه دي مع الخضار بتاعها كده كويس كويس كويس، تمام. وهعمل كده وهقلع بقى الجلافز ده، انا مش بلبس جلافز غير في الحواوشي بس، الباقي كله بتعمل عادي خالص، تمام. اسمه ايه دوت، معلش بنسى. هنجيب بقى السجق هنقطعه ونحطه على جنب فوق الحواوشي، مش هنقلبه في بعضه، لا احنا بس هنقطعه ونرصه من فوق عشان ياخد ريحه وطعم البهارات بس بقى يا مرايا انت وهي حبيبتي. انا هنا قطعت اهو، شايفين؟ بصوا انا رصاه كده من فوق، اجيب بقى غطا البوله واغطيها عشان الريحه يعني تتوغل في السجق ذات نفسه، وكمان الريحه ما تبهدليش التلاجة كلها عندي، ويبقى ريحه التلاجة عندي البصل بقى والخلطه اللي انا عاملاها دي. هغطيها وارجع لكم وانا بعبي الرغيف بتاعي، عشان واحنا بنعبي الرغيف هنشوف كده، هنحط كده فلفلتين كده معاه وحركات كده، ليه ما حطيتهوش هنا؟ يعني يبقى على الوش كده وانت بتاكلي لطيف، مش تايه في وسط اللحمه والبقدونس اللي احنا عملناه. هنحط لها البقدونس دلوقتي عشان ياخد الريحه من بعضها دلوقتي. هسيبكم احط الحواوشي في التلاجة قد ساعه، تمام، وارجع لكم بعد الساعه دي نحشيه مع بعض.
لكم تاني اهو انا مقطعه معايا خضار اهو، فلفل الوان احمر اصفر اخضر، ومعايا كده بقى على جنب طبق انا مقطعه فيه قرنين حاميين، لان انا وجوزي بنحب كده ايه الفلفل الحامي. وزي ما قلت لكم انا مخليه السجق اهو ده على جنب، يعني ما جبتهوش في بعضه مع اللحمه. تمام، وهنفتح بقى رغيف العيش اهو معاكم. بصوا هنفتحه من هنا كده بالراحه، نمشيه ايه ده دائري كده. تمام يا حبايبي، تمام تمام تمام. هنحشي بقى اول رغيف اهو، نقول بسم الله اهو. حته اللحمه كده اهو، نفرشها في الرغيف كله. هيحتاج نحط تاني، محتاجش خلاص. تمام، حاول ولا احنا نكتر في اللحمه ولا احنا نقلل فيها، يبقى الرغيف ايه شامم اللحمه، لا بلاش كده. تمام، نحط كده الحاجه يعني، ولا هي مليانه ولا هي قليله. انا كده الرغيف عندي تمام. ياخد بقى شويه الالوان دول، افرش كده جوه الرغيف، وياخد بقى احط فوقيه كده كام واحده سجق اهو. السجق ده بقى ايه يعني على قد كده تمام، ونمسك ونضغط كده على الرغيف. تمام، هعمل واحد كمان معاكم واسيبكم وايه ادخلهم الفرن. تمام، هندهنهم دهنة زيت قبل ما يدخل الفرن، لازم دهنة الزيت دي قبل ما يخش الفرن بتاعنا. تمام، ممكن نسويه على الطاسة، بس انا بصراحة ما حبيتش الطاسة خالص، الفرن احسن بكتير يعني امانة كده. تمام، ناخد شوية الفلفل. الفلفل ده بقى فايدته ايه يا جماعة؟ يعني فايدته ان هو هيديله ريحة حلوة قوي، بجد هيديله ريحة حلوة قوي. كمان حديد، الاولاد محتاجين حديد بجد الايام دي جامد قوي. طيب هسيبكم، انا هعمل الرغيف ده كمان وهدخلهم الفرن مع بعض وارجع لكم بقى بعد ما افنش خالص. اقول لكم بس حاجة انا نسيت اقولها لكم خالص. تمام، احنا المفروض الفرن يكون سخن، وانا بالفعل سايبه الفرن عندي بيسخن جامد قوي. احط كده العيش اسمع يعني صوت دي كده، ما حصلتش يعني، لازم يبقى الفرن سخن جامد جدا. تمام، هسيبكم بقى اكمل بقيه الحشو بتاعي وارجع لكم بعد التفنيش، استنوني. انا بس عايزه اوريكم حاجه انا هعملها دلوقتي. انا هنا طلعت اول 3 رغيف عملتهم معاكم، سايبه الباقي في الميكرويف. تمام، انا هنا عملت فحمه وحطيتها جوه بوله انا مش عايزاها، وهعمل كده بسم الله كده 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 كده، وغطي بسرعه. هنسيبها بقى ايه، نغطيها كده اهوت. الدخان بتاع الفحم ده اكنك بالظبط عامله حواوشي على الفحم، بجد بيبقى خرافه. تمام، طب انا هسيبكم بقى دلوقتي اكمل في الفرن وارجع لكم بالفينش الاخير. انا رجعت لكم تاني اهوت بقى بالتفنيش النهائي. شايفين منظر الحواوشي عامل ازاي؟ بصوا كريسبي. تمام، بصوا كريسبي بجد، كريسبي قوي، ناشف كده وجميل مقرقش. تمام، بصوا، وعملت سلطه طحينه وعملت سلطه خضراء، وحطيت للاولاد عصير جنب الاكل. تمام، دي كده النهاية السعيدة اللي متعودين عليها في مطبخ لولي. يا رب تكون النهاردة الحلقة فادتكم وعجبتكم، وما تنسونيش بقى في اللايك. لازم قبل ما تخرجي كده تعملي لايك على طول بايديك الحلوة دي عشان تنوريني في القناة ويوصلك مني كل جديد. تمام تمام، يا رب بس اكون النهاردة كنت ضيفة خفيفة على قلوبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.